السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد سعد، مهندس مدني من قناة معلومة هندسية الأهمية. ان شاء الله بإذن الله يا باشمهندسين النهاردة هنشرح ونفسر جميع الرموز والحروف الموجودة على سيخ الحديد. بس يا ريت تدعمنا بشير ولايك واشتراك في القناة عشان الكل يستفيد واللي المعلومة مش واصلة توصله. اول حاجه يا باشمهندسين، لو جينا بصينا على الرموز الموجوده على سيخ الحديد اللي قدامنا في الصوره دي، مكان ما بحرك السهم كده من الشمال لليمين هنلاقي مكتوب اول حرف اي زد شرطه اي ال، واول اربع حروف او اول حرفين دولت بيدل على اسم الشركه المصنعه لسيخ الحديد. وهنا كانت اي زد اي ال معناها ان الشركه المصنعه هي عز الدخيله او حديد عز. طبعا ممكن نلاقي مكان اي زد دي ان اس، وده بيكون الشركه المصنعه حديد العتال او حديد الجرحي. ممكن نلاقي بي اس يكون حديد بشاي، ممكن نلاقي سي اس يكون حديد مصر ستيل. ان الشركه المصنعه هي شركه مصر ستيل. بعد كده الرمز اللي بعده هنلاقي مكتوب رقم 500. انا كان بشاور بالسهم كده، وده يدل ان اقصى اجهاد خضوع يتحمله سيخ الحديد دون التشكل هو حتى 500 نيوتن على المليمتر مربع. بعد كده هنلاقي مكتوب حرف الدي، وده اختصار لكلمة دكتيليتي، يعني السيخ بتاعي منطليته عالية جدا، أي أن سيخ الحديد يستحمل معايا أو ينفع يشتغل معايا في أحمال الرياح والزلازل، أي أن معامل المرونة بين إجهاد الخضوع وإجهاد الانهيار لهذا السيخ أعلى أو يساوي من 1.25 1.25%. يعني سيخ الحديد ده هيبدأ في الانهيار معايا بعد او هيبدا في التشكل من بعد 500 لحد 1.25 في 500 دي لحد 625 نيوتن على الملي متر مربع. هو كده بتشكل معايا. بعد 625 نيوتن على الملي متر مربع يبدا يخش في اجهاد الانهيار او في مرحله الانهيار. بعد كده هنلاقي رمز الدبليو. رمز الدبليو ده اختصار لكلمه ويلد، يعني السيخ قابل للحام. ان السيخ لو استخدمته في اعمال لحام او لحمته مش هغير من خواصه الميكانيكيه. بعد كده هنلاقي حرف الار، وده اختصار لكلمه رف، ان السيخ مشرشر ذو نتقات مش سيخ املس. طب ممكن يا جماعه او يا باشمهندسين سوري نلاقي مكان الرموز دي رموز ثانيه؟ طبعا ممكن تلاقي مكان ال 500 دي 360 او 400 نيوتن على المليمتر مربع. ممكن نلاقي مكان الدي دي حرف السي، وده يدل ان السيخ منطليته ضعيفه، ان الفرق بين معامل المرونه بين ال 500 لاجهاد الخضوع واجهاد الانهيار هيكون اقل او يساوي دايما اقل، يعني من 1.15% في اجهاد الخضوع. بعد كده هنلاقي مكان الدبليو ممكن نلاقي شرطه، وده يدل ان السيخ غير قابل للحام. بعد كده ممكن نلاقي مكان رمز ار، ده كل رمز بي، وده اختصار لكلمه بليد، ان السيخ املس مش سيخ مشرشر. بعد كده يا جماعه ان انت لازم تراجع على قطر السيخ الحديد بتاعك، تبقى عارف عدد السياخ الموجوده في الطرد اللي جاي لك قد ايه لو انت مهندس موقع. طبعا دي كانت نهايه الفيديو او نهايه الحلقه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد واللي المعلومه مش واصله توصله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.